متوترة قوي ومش عارفة اشتري هدية ايه لكريم. خليني بقى اما اجهز كده وارن عليه عشان اقول له انت بتتكلم في التليفون وبتقول طيب ماشي هقابلك. انا التليفون بيرن، ثانية واحدة. بجد النهارده كان يوم صعب قوي ووحش جدا، ومش عارفه هو ادم كل ده مرنش عليا ليه. انا دلوقتي لازم اقوم بقى كده وارن عليه. بس صح، هو قال لي انا رايح مشوار بسرعه ولما ارجع برن عليكي، وهو مرنش. انا كنت عايزه اتكلم معاكي شويه. اتكلم طبعا يا حبيبي، قول انت عايز ايه. ماما انا مش عايزه اروح تاني عند خالتي. ليه يا حبيبي مش عايز تروح لخالتك؟ هي ضايقتك في حاجه او اي حاجه، او ستك مثلا ضايقتك؟ ماما بصراحه كده انا بحس ان انتي وخالتي وستي، بحسكوا كده لما انا ويارا يعني بنكون قاعدين، بحسكوا ان انتوا عايزيننا نتجمع انا وهي لوحدنا او تقربونا عن بعض. لا يا حبيبي، ده مفيش حاجه اسمها كده. احنا بس يمكن عشان بنحبكم ان انتوا تبقوا مع بعض وتبقوا معانا متجمعين، بس ما فيش حاجة يا حبيبي. بس انا متأكد ان ماما بتكذب عليا، لان انا بشوف بعناية غير كده. بس انا ما بحبهاش. انا بجد متوترة قوي. هو كان الموضوع باين قوي كده من اوله، ولا حطيت ميك اب ولا اي حاجة. خليني بقى اروح الشغل، انا مش اصلا مش عايزة اروح. ده يحيى دوت ولا ايه؟ خليني كده اما اروح له. يحيى، عامل ايه يا يحيى؟ انت لسه جاي دلوقتي ولا ايه؟ يا فريدة، لسه جاية دلوقتي. انتي ايه، انتي جاية من بدري ولا ايه؟ لا انا مش جاية من بدري ولا حاجة، انا لسه جاية من شوية، بس قلت اجيب اي حاجة كلها من هنا فلقيتك كده معدي، فقلت اناديك بقى اما اخش للحاج اللي اسمه ادم. انا اصلا مش طايقاه. ايه ده، دي يارا؟ يا يارا. ايوه يا استاذ ادم. يعني جيتي عديتي من المكتب من غير ما تسلمي عليا ولا اي حاجه؟ لا عادي، مش لازم يعني اسلم عليك. هو هيحصل حاجه لو انا ما سلمتش عليك؟ تتكلمي بالطريقه ديت ليه كده؟ طبعا انا عارف ان انتي متضايقه عشان امبارح. انا اسف، بس انا فعلا كان ورايا مشوار ومعرفتش ان انا يعني اسيب المشوار دوت وافضل قاعد. واحنا ممكن يعني نخلي الخروجه ديت مره تانية. لا انا مش عايزه اخرج اساسا، ولا عايزه حتى اتكلم معاك، وبعد اذنك ما تكلمنيش غير لما يكون في شغل ما بيننا. يلا عن اذنك بقى، ويا ريت تجيب لي الورق اللي المفروض اعمله. حاسه ان انا عملته دوت غلط، مش عارفه، او حاسه ان انا اتسرعت. بجد انا تعبت قوي. انا اصلا مش عارف اقول لها ايه، ومش عارف اساسا هقولها لها ازاي. انا بجد صعبت الموضوع عليا وحبيت واحده وما ينفعش كنت احبها. انا بجد تعبت يا ربي. ايه اللي انا عملته دوت؟ انا عملت ايه بس في حياتي عشان يحصل لي كل ده؟ بقولك يا مهنا، كنت عايزه اقولك على حاجه. ايه يا بنتي؟ قولي ايه اللي حصل. يحيى عارف كل حاجه. عارف كل حاجه ازاي يعني؟ انا بجد متضايقه قوي، ونفسي يحيى يعرف ان انا بحبه بقى. هو اكيد يعني مش عارف ان انا بحبه لان انا مش ببين له ده، ونفسي يكون هو كمان بيحبني نفس الحب اللي انا بحبه. هي فريده راحت فين؟ بقولك ايه يا مي؟ ايه يا دكتور يحيى؟ هي فريدة راحت فين؟ فريدة في الدور الاول، هتلاقيها قاعدة برا. طيب ماشي، انا رايح لها. ايه ده، هي فريدة بتعيط هناك ليه؟ انا حاسس ان في حاجة حصلت. فريدة، هو انتي بتعيطي ليه كده؟ ايه ده، انت عرفت مكاني منين؟ بتعيطي ليه كده؟ بتعيطي قوي ليه كده؟ في حاجة حصلت؟ احكيلي. ساعات بقى عاوزة اتكلم مع ناس كتير قوي واحكي لهم كل اللي جوايا، بس بكتشف في الاخر ان انا لما بحكي لحد حاجة عني، بكتشف ان الحاجة ديت بتروح لناس كتير قوي. ومن ساعتها وانا ما بقيتش بعرف ان انا اثق في حد. حتى انت مش عارفة اثق فيك. انا اسفة، بس يعني انا بقولك كل اللي جوايا. يا هو كل ده جواكي وكاتمة ليه؟ طب ما انا موجود. وبعدين يعني هو انتي حكيتي لي قبل كده حاجة وانا قلتها لحد؟ لا، انا على طول بحكي لك وانت ما بتقولش لحد حاجة. وبعدين لو انا حكيت لك انا بعيط ليه، هل انت هتقدر ان انت تساعدني او تحللي مشكلتي؟ يحيى، انا الحاجة دي كان نفسي انت اللي تقولها لي، بس انا خلاص لازم ان انت لازم تعرفها. يحيى انا بحبك على فكرة، وانا كمان.
بس مكنتش عارف اقولك ازاي. حتى كنت بعد مع صاحبي كنتش عارف اجيبها لك منين. يعني انتي بقى بتعيطي كل ده عشان كده؟ الحياة ابسط بكتير، بس ساعات احنا اللي بنصعبها على نفسنا. يعني هو ده اللي حصل؟ بجد انا مش عارفه اقول ايه لماما. هي اصلا السبب وهي قالت لنا الفكره. هما العيال اللي قاعدين بره دول بيتكلموا على ايه؟ واكيد بيتكلموا عليا وانا سامعاهم بوداني الاتنين دول. بتتكلموا عليا؟ بتقولوا ايه بقى؟ انا سامعاكم بوداني الاتنين عشان انا اصلا واقفه في المطبخ. ها؟ لا يا ماما، مش بنتكلم عليكي ولا حاجه، بس افكارك طلعت مش كويسه يا ماما. طبعا هتفهمي الكلمه غلط، اكيد مش قصدي حاجه، بس قصدي ان ما تفكريش تاني بالطريقه دي يا ماما، عشان يحيى عارف كل حاجه. فيها ايه يعني لما يعرف كل حاجه؟ طب تبقى حاجة كويسة عشان نقدر ان احنا نقربهم عن بعض. يا لهوي عليك يا ماما، مش عارفة اقولك ايه. دماغ التسعينات ديت مش عارفة اقولها ايه بجد. يخيبك يا بنتي يا ياسمين. انا مش فاهم بجد، الشغل صعب اوي النهاردة. ده ايه بجد ده؟ انا لازم اغير الناس اللي هنا في الشركة. خليني اروح ادي استاذ ادم دوت الورق بتاعه. اتفضل الورق بتاعك. هو انتي لسه متضايقة؟ عن اذنك احنا نتكلم في الشغل فقط لا غير. لا يعني انا مش هسيبك متضايقه مني كده اكيد يعني. طيب وانت عايز ايه دلوقتي؟ طيب انا هخرجك خروجه وبجد جد. اه والله النهارده هنخرج انا وانتي الساعه 8. طيب ماشي اما نشوف. طيب هنقابل بعض في نفس المطعم. ماشي. انا بقى متحمسه قوي ان هو يعني قال لي وكده ان هو هيعزمني، وما اشوف بقى العزومه دي هتبقى حلوه ولا لا. وانا كمان جت لي فكره، انا هلبس وهرن عليه واقوله انا هقابلك في المكان الكذا، وهروح اقابله عند البيت بتاعه. انا مش عارفه استاذ ادم بيعمل ايه كل ده في الشغل، وبيتاخر قوي ليه كده؟ انا جيت اللي عماله تتكلمي عليا كل دوت بتعمل ايه؟ انت متاخر قوي. معلش يا ستي حقك عليا. امال فين البنات؟ هي وتالا نايمين جوه، استنى بقى اصحهم لك. طيب انا رايح مشوار كده. مشوار ايه؟ انت بتقعدش معانا اساسا. يلا بس ناديني البنات كده عشان ورايا مشوار. بابا وحشتني. انتوا كمان وحشتني قوي. حبايبي اللي طلعت بيهم الدنيا تلا وتالا. وانا يعني ما طلعتش بيا الدنيا ولا اي حاجه. لا ده انتي ام العيال يعني. ازاي دوت؟ ازاي كل دوت حصل منك انت يا ادم؟ ازاي انت متجوز وكمان مخلف؟